اهلا بيكم في سلسله جديده من سلسله العلاج الكامل والشامل والوافي لمرضى الاورام. هنتكلم النهارده على الاورام النسائيه. الاورام النسائيه هي الاورام اللي تصيب السيدات فقط، ودي طبعا محصوره في اورام عنق الرحم والمبيض والرحم. طبعا ايه مسبباتها؟ ايه اعراضها؟ وهل ممكن اعمل وقايه او احمي نفسي؟ السيده تحمي نفسها بوقايه، طبعا هو الحمي والله سبحانه وتعالى. مسببات اختلفت المسببات، ولكن من ضمنها تغيرات هرمونيه في جسم المرأة، سيدنتري لايف ستايل أو الحياة اللي هي زي الغرب، يعني نظام الأكل وعدم الراحة والاسترس والتوتر في الحياة والقلق، السمنة المفرطة وعدم ممارسة الرياضة، دي كلها من المسببات. ويبقى أكتر مسبب لسرطان عنق الرحم هو الإصابة بالفيروس الحليمي اللي هو بابيلوما، هيومن بابيلوما فيروس. إيه الأعراض؟ أعراض كتير ممكن تكون منها الآلام في أسفل البطن، انتفاخ البطن غير مبرر، إحساس بتغير الباول هابت أو عادة الحمام عند السيدات، كمان نزول دم بصورة غريبة من السيدة وكأنه دم دورة حتى بعد انقطاع طمس أو بيريد عندها. دي كلها أسباب أو أعراض لازم السيدة تسعى في فحص طبي وإجراء بعض الفحوصات عليه. طيب احنا قلنا ان من اكتر المسببات لسرطان عنق الرحم هو الاصابه بالفيروس الحليمي الهيومن بابيلوما فيروس. وده من فضل ربنا علينا ان تم اكتشاف مصل ليه ووقايه، وان احنا نستخدم التطعيم ده يقي البنات والسيدات من